اهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست هريبس. البودكاست ده بتاع 2 اصحاب بيحبوا يهروا ويحللوا اي حاجة بيشوفوها. اوقات بنتفق بس اوقات كتير قوي مش بنتفق وبنفضل نقاوح. في البودكاست ده هنسمعكم المقاوحة دي وهنسيب لكم الحكم. الكلام اللي بنقوله مش كلام ناس خبرة ولا كلام ناس دارسة، بس كلام ناس حابة الموضوع وعندها باشن في المواضيع اللي بتتكلم فيها. لو بتحب تتفرج على افلام، مسلسلات او تسمع اغاني، فانت في المكان الصح. علي الصوت ويلا بينا. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. وزيزو عامل ايه؟ وحشت ازيك يا انت كمان. محمد؟ ايه الاخبار وانت اكتر؟ يعني بص، احنا مفروض ان احنا بودكاست بتاعت افلام، ولسه لحد دلوقتي ما ابتديناش نعمل ريكومنديشنز يعني. ف دي حقيقة. يعني احنا هو كنا احنا عايزين يعني عايزين كنا نأجل الموضوع شوية بس بالظبط كده يا دوب بالظبط. بقى يعني يا احنا دوب. عايزين نأجله بس عشان يعني اللي بيسمعونا يفهموا ان احنا مش هنبقى مجرد ناس بتعمل ريفيوز وخلاص. احنا هنتكلم في الفن ان جنرال، سواء تمثيليات، افلام، اغاني، وهنعمل ريكومنديشنز برضو، بس مش هتبقى دي المين فوكس يعني. وبعدين انا الجمهور في الشارع بيوقفني بيقول لي اتفرج على ايه يا اكيد محمد بتاع كده، فيعني لا يعني اكيد مش عايز اكيد. اسيب الناس كده، يعني عايز اساعدهم بأي حاجة طبعا يعني عارف، هم لو حد يعني حتى لو بيسمعونا برضو مش هيبقوا عارفين شكلك، بس ماشي. يعني احنا راديو اساسا. بس تمام. جمهوري طيب الحبيب. طب احنا جمعنا كده كم تمثيلية، حاجات حلوة على حاجات وحشة، هنقول لكم ايه يتشاف وايه ما يتشافش. خلينا نبدأ يلا. يلا بينا. نبدأ نبتدي اول حاجة بالتقيل بايه؟ ولا نبتدي نسخن كده واحدة واحدة؟ لا خش في الجد على طول، احنا مش جايين اخش نهزر. اخبط كده. بص انا يعني من احسن الحاجات اللي شفتها يمكن في اخر 5 سنين او ممكن اكتر هي تمثيلية منورة باهلها. مم. تمثيلية. انا معاك، بس قول لي اسبابك يعني عشان اللي ما شافهاش نقنعه يعني. طيب لا يعني بص برضو تاني، يعني انا بحذر التمثيلية دي مش لأي حد خالص. يعني التمثيلية دي تمثيلية disturbing شوية، سايكو شويتين تلاتة كده، فهي مش مناسبة مش مناسبة فيها لأي دم حد. كتير، لو ما حدش بيحب الدم، فيها مشاهد كتير فيها دم وكده، فبرضه لو اه حد اه مالوش في الكلام ده، بس لا، اللي ليها. وفيها الشخصيات اللي فيها شخصيات مريبة. يعني شخصية عادل الشهاوي مثلا شخصية مريبة جدا، مش اي حد هيتقبل ده، مش اي حد هيفهم ده وهيحب ده يعني. بس انا شخصيا حبيتها جدا، وحبيت شخصية باسم السمرة اللي هو كان اسمه عادل الشهاوي في التمثيلية جدا يعني. مم. عشان نبتدي نتكلم على المسلسل صح من الأول، يعني خلينا نبتدي بقى نقول مين المخرج. هو المخرج هو يسري نصر الله. يسري نصر الله ده واحد من المخرجين التقال قوي القدام، يعني من الجيل، يعتبر جيل قديم شوية. بيعمل أفلام من زمان جدا. أغلب أفلامه أفلام مهرجانات وأفلام فنية وكده، وبرضه عمل أفلام تجارية. يعني أشهر مثلا حاجة وكانت معمولة قريب في آخر كام سنة، فيلم احكي يا شهرزاد مثلا، أكيد الناس كلها عارفاه، اللي هو الفيلم اللي قريب؟ طلع. انت عارف احكي يا شهرزاد ده من امتى؟ عشان انا برضو يعني بحس ان هو قريب يعني، وبحس ان السنين اللي آخر فاتت 10 دي سنين يعني. والله هتلاقيه اكتر، هتلاقيه مش عارف مثلا ايه 13 I 14 سنة. think 14. لا اه فيلم 2014 بيتهيألي. يا لهوي. بس يعني هو مخرج تقيل جدا. افلامه كلها مش مباشرة خالص، يعني ما بيعملكش حاجة كده هيقول لك المعلومة زي كل مخرجين مصر. يعني مش عايز اقول لك زي اغلب مم. مخرجين مصر، لا زي كل مخرجين مصر. لدرجة ان المسلسل ده في ناس كتير قوي ما كان يعني ما فهمتش النهاية بتاعته. يعني انت متخيل انت مم. اتفرجت، مع ان هي انت لو تقعد تشغل مخك وتفكر وكده لا هتفهم وهتعرف الكلوز اللي هو عمال بيحطها لك وبيوصلك دي حقيقة. لل... وانا فعلا طول ما انا بتفرج، انا حتى كنت بقول لك طول ما انا بتفرج حاسس ان انا كني في امتحان يعني. حاسس ان انا اه عمال اذاكر وعمال ادوس بوز وحتة اجيبها من ارجع حتة واجري حتة. اللي هو لا، تحس ان انت مش بتتفرج كده مرة واحدة وخلاص، تحس ان فيها رموز كتير قوي، وفيها كل كادر او كل حاجة في الديكور ليها لازمة. ممكن مثلا كانت مثلا حاجة مرمية وراهم وهم بيتكلموا، دي ليها لازمة، وتكتشف كده بعد حلقتين 3 مثلا. صح، دي حقيقة. وب- فالمسلسل ده محتاج تفكير، محتاج تركيز يعني. ما تشوفوش كده وانت بتعمل حاجة في الباك جراوند، لا تشوفه وانت مركز
ممكن توقف وترجع وتعيد، بس في الاخر هتفهم يعني. مش من الحاجات اللي هو اوفر كومبليكيتد لدرجه اللي هو ايه ده، لا انا ما فهمتش ايه اللي حصل. لا بالظبط، انا كنت عايز اقول كده هتفهم عشان انت طبعا. انت اه خوفت الناس شويه بحته لا لا بدوس بوز وكده، بس لا 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 يعني. هتفهم طبعا، هتفهم، بس هتشغل مخك شويه، هتستمتع يعني مش انا هتحس بستمتع بالحاجات دي قوي، بالظبط، بستمتع مش بالحاجات لازم دي كل قوي يعني. حاجه تاخدها في بقك يعني. المؤلف بس برضه، يعني خلينا نقول نجيب سيرة المؤلف هو محمد أمين راضي. ده عمل حاجات كتير قوي سوبر ناتشرال، زي العهد. أنا اتفرجت على العهد مم. ومملكة إبليس. سبع هو وصايا. تقريبا اللي عمل السبع وصايا. مم. ف فهو يعني you get the point، فاهمين نفس الفايب كده، حاجات ويرد شويه، كريبي شويه كده. وهي فيها لايرز بقى كتيرة يعني هو اللاير الأساسي إن هي جريمة قتل وتحقيق، بيحققوا مين مم. قتل مين وهنوصل للقاتل إزاي مم. وكده، يعني كذا جريمة قتل أو كذا حاجة بتحصل في النص، مم. والناس بتختفي وهم بيحققوا معاهم، وناس بيحصل لها حاجات غريبة وكده. ده اللاير الأساسي. في بقى لايرز تانية اجتماعية، أو مش اجتماعية، فلسفية اجتماعية، اللي هو بيناقش المجتمع والناس بقى المغتربة اللي رايحة من المحافظات للقاهرة، وازاي بيعيشوا هناك وكده. وفي طبعا انتقادات سياسية صريحة وواضحة. وطبعا عشان يعدوا من الرقابة فكان عاملين التمثيلية كلها بتنتهي سنة 2010 يعني. تمثيلية أظن إنتاج شاهد صح؟ فهي موجودة على شاهد اللي عايز يشوفها. آه. أو بقى معرفش تلاقوها أكيد على أي ويب سايت من الويب سايتس اللي بتنزل كل حاجة أول بأول يعني. اي بي تي طيب في بقى وكده. دي المميزات. طيب أكيد لا مش حاجة استنى معلش، كاملة يعني. عايز اقول لسه. حاجة تانية، يعني هو الموضوع كان ايه اللي كان اتراكتيف، ان انت كل حاجة يعني مثلا الديكور نفسه، الديكور غريب جدا، مش ديكور عادي هتخش تلاقيه في اي بيت. يعني هو ديكور حد فنان قوي، ومش فنان عادي يعني واحد حاجة سيمتريكال او كده، لا دي كلها حاجات اللي هي الفنون بوهيمي. السريالية. بالظبط، بوهيمي بالظبط، انت جبتها. الإضاءة نفسها فاقعة جدا، اللبس غريب، حتى طرق القتل اللي كانت في التمثيلية تلاقي مثلا، يعني مش عايزين نحرق بس يعني في حاجات كانت وحشية جدا وبطريقة انت ممكن ما تتخيلهاش. فكرة الراكور، ان مثلا انا تخيلت او بعمل فلاش باك فبتخيل الحاجة اللي حصلت من وجهة نظري، وبعدين انت بتتخيل نفس المشهد، فالمشهد بيتعاد بطريقة تانية وبيتصور باسلوب مختلف وكده. دي برضو من الحاجات هي النقطة دي بالذات أنا أصلا يعني في مشهد معين اللي هو المشهد أنت شفته، وبعديها ب3 حلقات في شخص بيفتكر المشهد ده، فالمشهدين المفروض يبقوا هما بالظبط. هو ده الريكورن، ده حاجة حصلت قبل كده وأنت بتفتكرها. فلما هو جاي يفتكرها كان وقفة الأشخاص أو ترتيب الوقفة مختلف، ما كانش كل واحد واقف في مكانه. فأنا بقى عشان أنا بتفزلك وبتاع، فقلت إيه ده أنا قفشت غلطة وبتاع وكده، ورجعت الحلقة اللي هي من 3 حلقات فاتوا عشان أتأكد. لقيت ان فعلا دول واقفين مش بنفس الترتيب. بعدين بقى اتفرجت على انترفيو للمخرج، قال ان دي كانت حاجه مقصوده طبعا، لان كل واحد بيفتكر حاجه. انت لما بتفتكر حاجه ما بتفتكرهاش 100%، انت ممكن تفتكر حاجه مختلفه او تفتكرها من وجهه نظرك او حاجه. فحسيت اللي هو ايه ده، ايه الصياعه دي، ده انت جامد فشخ يعني. ايه النيجاتيف بوينتس دي؟ المميزات ايه العيوب في التمثيليه؟ يعني زي ما بقول لك، انا بالنسبه لي انا مش شايف لها عيوب، بس انا هقدر اقول ان انا ما رشحهاش لاي حد عشان حته الدمويه دي، وعشان حته التفكير بزياده. في ناس تبقى عايزه تتفرج على مسلسل عشان تفصل وتتفرج على حاجه لايت وهاديه وخلاص، وهي سايكوباتيه بزياده يعني. انا ما اعرفش انت شايف في نيجاتيف بوينتس ولا ايه يعني؟ انا ما حبيتش قوي الممثله اللي هي كانت مرات احمد السعداني. يعني حسيتها كانت من اضعف الاداءات، وهي دمها تقيل شويه. كنت افضل لو كان حد تاني كان موجود يعني. لما كانت بتيجي على الشاشه كنت ببقى اللي هو عايز اجري يعني. فدي بالنسبه لي عيب، مش عيب قاتل يعني بس عيب. والموسيقى مش يعني حاليا مش فاكرها يعني. انا لما بخلص اي حاجه لو بعد 5-6 ايام كده كنت فاكر موسيقتها. هي كانت موتره جدا يعني. لا بس برضه حاسس يعني ان من ضمن الساوند تراك العوامل اللي هي مش حاسس حاجه ان كان ايكونيك يبقى احسن هتفضل يعني. فاكرها وتعلم معاك وكده، بس هي كانت
عباره عن اصوات بتوترك ازيد، يعني بتحطك في مود التوتر ده ترو ازيد. ترو. بس تقريبا معلش ده عايز اللي اقول عمله. برضو حاجتين بوزيتيفز قبل ما نقفل يعني. برضو فكرة ان انت طريقة الحكي في القصة مش ماشية سيكوينشال، بمعنى ان انا لو المشاهد مفروض انا صحيت من النوم، دخلت الحمام غسلت وشي نزلت رحت الشغل، لا هي ممكن تبقى ان انا نزلت رحت الشغل وبعدين كنت نايم وبعدين صحيت غسلت وشي. فهو بيعمل فلاش باك فلاش فرونت بطريقة ان انت ساعات ممكن تتلخبط شويه، بس معموله بطريقه حلوه بحيث ان هي يعني تشرح لك وتوري لك الاحداث وما تحسسكش بملل. بصراحه حبيت يعني اقول الكلام ده. وطبعا السوكومونوس بقى، السوكومونوس مم. يعني بطل من ابطال التمثيليه مش الروايه يعني، بس لا هيتفرج هيعرف ايه السوكوماندوز ده. اه يعني في الاخر would you recommend الناس تشوفها؟ اريكومند، بس على يعني على مسؤولية الشخص يعني. يعني اللي بيحب الحاجات دي بالوصف اللي احنا وصفناه هيتبسط قوي وهيتكيف قوي. ماشي. انا ريكومند برضو زي ما انت قلت مش لكل حد، بس لو انت عايز تشوف حاجه سسبنس او في مود انك تشوف حاجه غريبه، لا 100% شوفها يعني. واحنا مش ناويين ندي ريتنجز زي ما بقيه الناس بتعمل، يعني 9 و8 و7 والكلام ده، عشان يعني احنا جايين نهري في الاخر برضو، احنا مش ناس درس مش في مدرسه عشان ندي ارقام في الاخر يعني. تاني حاجه ايه؟ حاجه خفيفه شويه بقى عشان فصلنا الناس. كان مثلا كان في كذا حاجة كوميدي نزلت في الفترة الأخيرة، بس يمكن البيت بيتي أعتقد دي من الحاجات اللي فرقعت جامد يعني في الفترة الأخيرة يعني. انا اعتقد يعني معظم الناس شافوها اوريدي، بس ايه اللي ما شافهاش؟ البيت بيتي يا سيدي دي اخراج خالد مرعي، ده راجل عمل حاجات كتير زي لف ودوران احمد حلمي، خيال مآت احمد حلمي، عمل حاجات وعمل كتير. برضو مسلسلات السبع وصايا والعهد. بس هو بيعمل حاجات كتير اكتر كوميدي يعني. وتأليف كريم سامي واحمد عبد الوهاب، دول ناس جديدة يعني. وهي نوع ايه؟ هي نوع كوميدي رعب، وده مش حاجة كومن قوي يعني. يمكن اتعملت في فيلم هنيدي اللي هو الاخير ده، الانس والنمس، او تمثيلية برضو ما اتشافتش قوي اسمها الشركة الألمانية. فهو كوميدي لا رعب يعني، ميكس جمجوم غريب. وبمبم صحاب السبق في الموضوع ده. دي حقيقة. هبقى اتكلم عليها في حلقة من الحلقات. وبرضه في فيلم رامز جلال اللي هو اسمه احمد نوتردام، ده برضه المفروض من الحاجات الكوميدي الرعب، بس هو يعني للاسف لا في كوميدي ولا في رعب. فهي دي لا فعلا عرفت تعمل بالانس حلو ما بين الكوميدي والرعب، ودي حاجه صعبه اصلا تكومباين، لان ده تو ديفرنت فيلينجز تماما يعني. انت لو بتضحك استحاله تبقى خايف، والعكس ما ينفعش تضحك وانت خايف. هي بص، هو انا مش بقول ان الحاجات دي رعب، بس هو بيبقى الثيم يعني. عارف انت زي ما مثلا بتعمل حفله فالثيم هالوين، فالناس لابسه كده بس رايحه انجوي، فهو الثيم البيت اللي هم فيه، الكوستيومز اللي بيلبسوها، فكره الاشباح وكده، بس القصه بيطلع نفسها لك القصه نفسها رعب، بس جواها مواقف كوميدي يعني. وهي الفكره في كده يعني. احنا ما يعني برضو احنا عندنا حاجات يعني، انت ممكن تعمل غلاف للحاجة الكوميدية كتير جدا يعني. كان مثلا زمان الله يرحمه فؤاد المهندس كان عمل مثلا فيلم زي فيفا زلاطة، ناس في المكسيك وكاوبويز ومعرفش ايه وكده، وعملها بشكل مصري جدا وبإفيهات وحاجات زي كده. فيعني دلوقتي الناس ابتدت تعمل حاجات رعب، لا في حاجات كتير قوي يعني. في يعني غير الرعب، انت عندك حاجات تاريخية، ممكن تعمل حاجة كوميدي وقت الفراعنة، ممكن تعمل حاجة كوميدي في الفضاء، ممكن تكسبلور ارياز جديدة. ايه البوزيتيفز في التمثيلية؟ ايه الايجابيات بتاعت التمثيلية بالنسبة لك؟ هو الكيمستري ما بين كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر كانت فظيعة بصراحة يعني. الاتنين تحس ان هم يعني بيمثلوا مع بعض على طول يعني. كان كومبو ظريف جدا فعلا، الاتنين بيضحكوا بطرق مختلفة، كل واحد كان ليه طريقة ضحك، والاتنين مع بعض كانوا عاملين يعني دويتو ظريف كده. هي التيمة بتاعت اللي هو الشخص الغني ابن الناس، ابن العز اللي كده، اللي بيتمرمط مع عيلة فقيرة او مع حد فقير، دي دايما بتطلع حاجات حلوة يعني. دي حقيقة. استحالة تجلي يعني مثلا نيلي وشريهان او اتش دبور ابن عز فكرة، بس دول بقى حطوا الرابنج بتاع الرعب، فالموضوع كان جديد وظريف يعني. صح، انا معك. وانا
وانا شايف ان كريم محمود عبد العزيز برضو كان هو حاليا متألق، يعني هو في هو جبار فترة جبار يعني. نشاط زي ما بيقولوا. مم. بس هو تعبير وشه الصراحة مضحكة جدا، بيعمل اكسبريشنز كده ويتخض بطريقة جامد قوي الصراحة. يعني اعتقد هو جزء كبير من هو نجاح زي التمثيلية كان أداؤه هو شخصيا يعني. حاجة تانية عجبتني كانت اللي هي كانت مرات كريم محمود عبد العزيز، اسمها ميرنا جميل. ميرنا جميل. دي كانت طلعت قبل كده في ساتردي نايت لايف وبتاع، وعملت كام حاجة كوميدي. هي كانت ظريفة ودمها في خفيف يعني. اللعبة وفي الشركة الألمانية أيوة وكده، هي بالظبط. واخدة التراك بالظبط هي الكوميدي بتاعت ده ويسو. أيوة. اه. أيوة هي بتاعت اللعبة صح. كانت ظريفة وكوميدية، مش ببواخة، دمها مش تقيل، مش بتحاول تبقى كوميدية، هي كانت اكشلي بتضحك يعني. مم. فدي كانت حاجة حلوة برضه. فدي برضو من الحاجات وكان في هدف في الاخر بيحاولوا يوصلوا له يعني في حاجات كتير قوي كوميديه، هي بتضحك وكل حاجه، بس هي مش شداك يعني. مفيش حاجه انت لوكينج فورورد ليها، مفيش حاجه بتحصل، فاهم؟ انت بتضحك كده وخلاص. بس يعني ممكن تفوت حلقه، تفوت حلقتين قشطه. لكن دي لا، كان في هدف بيحاولوا يوصلوا له، فانت بتضحك وكمان مشدود عايز تشوف هم هيوصلوا ولا مش هيوصلوا، وايه اللي هيحصل في الاخر وكده. فان يبقى في هدف كده في الاخر هم رايحين له، دي كانت حاجه تضيف اسمه ايه، السسبنس يعني للعمل. للعمل العمل الفني. طب ايه ايه ال إيه اللي ما عجبكش؟ ما انا عجبنيش النهايه. مم. ما عجبنيش النهايه صراحه، حسيت انها اتكروتت، او مش عارف. هو يعني في ناس عايز بتقول ان يعمل اجزاء النهايه تانية. في ناس بتقول النهايه دي معناها ان في جزء تاني او حاجه، ماشي. بس يعني ما عجبتنيش قوي، كان ممكن تتعمل احسن، حاسسها اتكروتت شويه يعني. احنا دايما عندنا مشكلة في النهايات عموما. مم. نهايات اي حاجة، اي فيلم، اي مسلسل، اي علاقة حب. نهايه يعني اخراج. عندنا مشكلة في النهايات. نهايه الشهر برضه لا ده اكبر مصيبة مشكله يعني. كبيره. مم. برضو الشخصيات اللي هم غير البطلين الرئيسيين ادوارهم صغيره شويه يعني. هو most of the time هو يا كريم محمود عبد العزيز يا مصطفى خاطر هم اللي ظاهرين في الشاشه، وهم اللي ادوارهم كبيره. الباقي كانت ادوارهم صغيره شويه. لو كان اعتقد الادوار الصغيره دي او الشخصيات اللي هي الثانويه دي، لو كانت ادوارها كبرت كان ممكن برضو يعني يعملوا تفريعات تانية ويعملوا قصص جانبيه ويعملوا هيسهلوا بقى في الاجزاء الجديده وكده يعني. انا مش عارف بالظبط. الاجزاء الجديده بعد فتره خلاص، لو الموضوع منحصر في الاتنين، واحد غني واحد فقير والبيت وكده، بالظبط خلاص هو لازم لازم يفتحوا يبتدي بقى لنفسهم بقى. يدي لازم يفتحوا لنفسهم طرق تانية، فممكن يبتدوا يركزوا على الشخصيات الثانوية بقى في الجزء الجديد. دي حاجة ما اتعملتش في الجزء ده. هنشوف هيعملوا ايه بقى. بس اوفر اول يعني كانت تجربة حلوة وعجبتني. واقول للناس لو عايزين تشوفوا حاجة خفيفة كده وتضحكوا وتخرجوا من مود الكآبة، اتفرجوا على البيت بيتي يعني. انت معايا في اتفق الموضوع ده؟ معاك. طيب. طيب. خد معانا تمثيلية تالتة كده. طيب خلينا حاجه بقى في النص يعني، ولا هي هلس قوي وكوميدي وكده، ولا هي جد بالزياده. تمثيليه وش وظهر يعني. تمثيليه وش وظهر بصراحه تمثيليه محيره بصراحه يعني حلوه قوي 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 في حاجات، بس هي مش اقوى حاجه برضو. مش عارف ليه، مش قادر احط ايدي على السبب. بس هي لا يعني، خلينا نبتدي الاول نقول للناس هي تمثيليه بسيطه جدا. علاقه رومانسيه ما بين دكتور والممرضه بتاعته، معموله بقى في مكان جديد اللي هو محافظه طنطا، او يعني مدينه طنطا. ودي حاجه ما اتعملتش قبل كده يعني. عاده الناس بتعمل في القاهرة، لو حد اوت اوف ذا بوكس شوية بيروح اسكندرية، بالكتير رحنا بورسعيد. انما يتعمل حاجة مسلسل كامل في طنطا بتفاصيلها يعني. انا عيلتي من طنطا، فانا بسافر هناك وبروح هناك. فلا هي الحاجات متصورة في اماكنها الحقيقية يعني. انا وانا الحاجات دي على الحقيقة. انا عارف الاماكن دي، عارف الشارع ده، وعارف بشوف الحاجات دي. والسيد البدوي هو فعلا مش جرافيكس، مش حاجه زي كده. وحتى لما سالت قرايبي اللي هناك كانوا بيقولوا لي لا فعلا يعني كان وقت التصوير بيقول لك قافلين الشارع ده ليه، اصل اياد نصار بيصور هنا. فهو
المسلسل بطولة اياد نصار وريهام عبد الغفور. مم. اخراج مريم ابعوف. مريم ابعوف طبعا من المخرجين اللي طالعين جدا جدا يعني. هي اخرجت قبل كده للي مش عارف فيلم بيبو بشير ومسلسل امبراطورية مين وليه لا بالجزئين بتوع الجزء الاول والجزء الثاني. وداخله بقى يعني هي واضح ان هي ماضيه كونتراكت مع شاهد فبتعمل معاهم حاجات كتير بس تعمل حاجات حلوه قوي بتهتم بالتفاصيل يعني. هيبقى لها مستقبل قوي 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 يعني في الموضوع ده يعني. وتأليف مريم نعوم. مريم نعوم برضو كتبت ليه لا يعني اشتغلت مع مريم بعوف قبل كده. وهي اللي كتبت خلي بالك من زيزي برضو. خلي بالك من زيزي دي من الحاجات من احلى الحاجات اللي اتكتبت برضو في السنين الاخيره. فلا يعني حاجه محترمه بصراحه يعني. طب سيبك مني انا ان انا كنت قادر اريليت للاماكن وكده. انا عايز اعرف انت رايك. انت في معلومه كمان قلتها لي عايزك تقولها يعني. يعني بصوا يا جماعه انا دلوقتي انا كنت عايش عند ناس قرايبنا في القاهره اول لما جيت. وحاليا البيت ده بقى خلاص بقى هم ما بقوش ساكنين فيه وكده. فالبيت ده بقى بيتعمل فيه افلام ومسلسلات وكده. فالبيت انا لقيتهم بيصوروا في نفس البيت اللي انا كنت عايش فيه. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي خلتني مرتبط شويه بالمسلسل ده. بجد صدفه فظيعه يعني. راحوا صوروا في طنطا دونا عن كل الاماكن كل المحافظات. فانت شفت نفسك هناك بعدين راحوا يصوروا في البيت اللي انت كنت عايش فيه. يعني بجد سبحان الله حاجه غريبه جدا. التمثيليه دي بالنسبه لك اكيد ليها مكانه يعني. لا الموضوع في حد ذاته حلو يعني. تخيل البيت انت عشت فيه فتره في حياتك. البيت ده بقى خلاص اتخلد بقى في فيلم سينما او بقى في تمثيليه او في حاجه زي كده. هتقدر تشوفه بقى يعني ممكن بعد 20 سنه هتدور هتلاقيه. فبصراحه اتبسطت جدا يعني لما شفت الموضوع ده يعني. انت لما حكيت لي ما صدقتش اصلا قعدت اضحك جدا يعني. بس انت نرجع بقى اللي هو مكان التصوير. انا بالنسبه لي كنت مستمتع جدا. انا اول مره اشوف الاماكن دي كنت حاسس ان انا بشوف حاجه جديده يعني. كنت حاسس ان انا عينيا بتشوف حاجه جديده بتحسسها تجربه مختلفه. مش يعني انا لو بقلب في التلفزيون كده بسرعه وعديت على وش وظهر دي لا هعرف ان دي وش وظهر لان الصوره اللي هشوفها او المكان اللي هشوفه ما شفتوش في ولا حته تانية بالظبط فاهم. لكن انا لو بقلب عادي وشفت في فيلا في مكان ما ولا كومباوند ما هو دي في مليون تمثيليه. فكان ليها ايدنتيتي كده معين وكان ليها اكسبيرينس معين. وبعدين الصراحه حته ان المخرجه ست والمؤلفه ست بحس ان بتفرق جامد ان المخرجه والمؤلفه ست. فتحس ان في فن كده او في نعومه كده يعني. مفيش مناظر وحشه مفيش الفاظ وحشه. تحس ان مش فاهم لو يعني هم بيصوروا في منطقه بسيطه وممكن في حتت كانت تعتبر يعني مش عايز اقول عشوائيات بس مناطق شعبيه بس قدمت بطريقه مختلفه مثلا عن رؤيه خالد يوسف يعني مثلا. انا ما ضايقتنيش خالص وانا بتفرج يعني. مش معنى زي ما انت بتقول مش معنى ان جبنا عشوائيات او حتت غلبانه شويه ان نجيب فيه زباله في الارض ونجيب بتاع. لا كانت مكان نظيف جدا. وانا يعني انا واحد عمري ما رحت طنطا يعني انا ما كنتش متوقع ان طنطا شكلها عامل كده. فانا فاجئت يعني. عجبتني التمثيليه كانت واقعيه جدا. كان فيها تفاصيل كتيره قوي صغيره حلوه جدا. التفاصيل فعلا انا بقول لك لان انا كنت ساعات بروح وبقابل ناس سواء بقى قرايبنا او ناس صحاب اهلي او حاجات زي كده. التفاصيل فعلا حقيقيه. شخصيه ابو البراء ده شخصيه حقيقيه جدا بالزبيبه بتاعته بكلامه بالسبحه اللي مسكها في ايده بحاجات كتير فعلا تفاصيل. في لقطه كده كان رجاله المنطقه او اهل المنطقه بيوقفوا البنات عشان راجعين متاخر وعايزين يعرفوا هم راجعين منين وكده. فعلا الحاجه دي موجوده في المجتمع هناك لحد قريب او لحد دلوقتي. كل دي حاجات يعني حقيقيه وموجوده هناك. فاللي هيتفرج هيحس ان هو بيتفرج على فعلا حاجه واقعيه وفي نفس الوقت حاجه معلبه. ما فيش حاجه شبهها صراحه. ما فيش ولا تمثيليه شفتها شبهها. وهتفهم المسج بتاعت التمثيليه. هي مسج حلوه جدا. هتفهمها من التمثيليه. وركز في يعني حاجه انا خدت بالي منها في اخر حلقتين كده. ركز في اللوجو بتاع التمثيليه او الكتابه بتاعت التمثيليه وحاول كده انت تفكر مع نفسك هي اشمعنى الالوان دي يعني اللي مكتوبه بيها. ولو فهمت المسج بتاعت التمثيليه هتفهم هو ليه منقيين ده بالذات يعني. حاجه كانت حلوه برضو عجبتني. محمد ممدوح طلع في دور صغير كده يعني. هو طلع مثلا نص حلقه او حلقه بالكتير بس يعني غطى على الناس. كانت حته كوميدي جدا يعني.
عمل حته كوميدي غير متوقعه خالص، وكانت حته لذيذه كده، فكانت مفاجاه حلوه. انت عجبك برضو؟ مين اللي عجبك؟ قول انت في واحده عجبتك. سراء جبيل او سراء جبيل، مش عارف بقى هي مم. مصرية ولا لبنانية ولا ايه، بس هي اكتشاف بصراحة يعني. مم. يعني سراء جبيل طلعت الاول في ذات، يعني اخدت بالي منها، كانت بنت ذات الصغيرة في مم. التمثيلية، اللي هي كانت ثورجية شوية وكده، وعملت برضو في كفر دلهاب، وعملت في الرحلة، وعملت حاجات تانية بس مش معروفة قوي. بس يعني هي عاملة دور البنت الشعبية بطريقة متصدقة. يعني عادة مثلا لو في واحدة طالعة تعمل دور واحدة بنت الشعبية، هتقعد تقول لك ايه يا اختي ومعرفش ايه، بتبقى مم. انت مم. حاسس ان الاداء مفتعل. لا، هي بتتكلم وهي بتاكل بطريقة تحس ان هي مش بتمثل، انا مش بمثل، انا كده فعلا. اللبس بتاعها لابسة مثلا عباية فوق بنطلون جينز، طريقة لفة الطرحة، طريقة اللبانة، الطريقة اللي بتردح بيها، الطريقة اللي مم. بتسبل بيها، لا هي كانت متقمصة الشخصية بشكل رهيب يعني، رهيب يعني. مم. مم. وطبعا عبده وردة، يعني علاقة الحب اللي كانت ما بينهم دي كانت لذيذة جدا يعني. هو كان والمسلسل فيها علاقات كتير حلوة يعني كان فيها علاقات حب قصص وعلاقات جانبية صداقة كتير. حلوة. بالظبط، كان اه فيها قصص جانبية كتير، فما كانش فيه لحظات ملل. يعني مش لازم التمثيلية كلها تبقى مركزة على ريهام عبد الغفور وإياد نصار، لا كان في شخصيات تانية جانبية وقصص تانية جانبية، وكانت بنفس الأهمية واخدة نفس المساحة، فتحس إن أنت بتتفرج على حاجات كتير، يجيب لك ده شوية يجيب لك ده شوية كده يعني. فما كانش الموضوع فيه ملل خالص، والريتم كان حلو، ما كانتش التمثيلية سريعة اللي هو بتجري بتنهج وعايز تفهم اللي بيحصل وفاهم، ولا كانت بطيئة اللي هو عايز اجري وانا زهقت. لا كان الريتم حلو جدا متوازن. لا، بس عجبني برضو الانكلوجن اللي كان في المسلسل، يعني ايوه هي صح اخوها صح. اخوها كان عنده نوع من انواع الاعاقه disability يعني. اه. اه ف فحته ان هم يحطوه مش كاركتر واحد، برضو كان في كاركتر كده عدت في حلقه أمم. من الحلقات، فدي حاجه كويسه برضو ان دي حاجة هي كويسة بتوري فعلا لك ان مش ده موجودة جزء من في المجتمع تمثيلياتنا موجود خالص. يعني، دي ولازم حقيقة. نتقبله وكده، وده في دي الواقعية جدا، لأن أنت في العادي في الحقيقة بتشوف كل الناس دي، اه لكن في التمثيليات والأفلام عمر ما الناس دي بتطلع، فبيبقى الموضوع مش واقعي. فحاجة زي دي بالظبط. ضافت كتير للواقعية فعلا. هو ده بقى التاتش النسائي اللي أنا كان قصدي عليه في الأول وأنا بتكلم. الحاجات اه الصغيرة دي ما يجيبهاش الانسانيه، الرجالة. اه والله الانسانيه مش الوحشيه. في حاجة ما عجبتكش؟ هقول لك ايه اللي ما عجبنيش، بس قبل ما اقول انا بس حابب الفت نظر الناس ان مش معنى التمثيليه معموله في طنطا فهي مش معموله عن الارياف والناس بتتكلم بشكل ريفي وكده باجي والكلام ده. لا، الناس بتتكلم عادي، يعني اللهجه اللي هي الناس اللي عايشه في مدينه طنطا بتتكلمها، فمحدش هيتفرج هيبقى حاسس، برغم ان ده واقعي جدا، لان الناس اللي عايشه في المدينه نفسها غير مم. الناس اللي عايشه في القرى اللي حوالين مدينه طنطا يعني. مم. النيجاتيفز برضو يعني معرفش، انا ما شفتش نيجاتيفز كتير يعني، يمكن حاجه ممكن تشوفها نيجاتيف او تشوفها بوزيتيف على حسب انت بتحب ايه، اللي هو الريتم البطيء شويه. مم. انا شايف ان هو ده ادى واقعيه للتمثيليه، لان هو بيصور لك حياه دكتور والممرضه بتاعته والعيانين اللي بيخشوا لهم وكده، فبيبقى فيه رتم الحياه الطبيعي. انا كنت حاسس ان هو مصور لك رتم الحياه الطبيعي، لا هو بيحاول يجري بزياده ولا هو بيحاول يعني يعمل مط مثلا او يعيد ويزيد في مشاهد ملهاش لازمه او يحشر حاجه مش في محلها او حاجه زي كده. بس مم. يعني في ناس بتزهق من الريتم ده، في ناس متعوده عن المسلسلات السسبنس وكده وعايزه حاجه سريعه يعني، فممكن ده يشوفوا يبقى حاجة عيب. سسبنس بقى، ما يشوفوش دي يعني. هو ده مش عيب فيها، هو بس لو انت ما بتحبش النوع ده نوع يعني مش اكتر. نوع مختلف انا شخصيا ما عجبنيش اختيار اياد نصار. يعني انا ان جنرال ما مم. بحبوش قوي يعني، بس حسيت ان دي كمان كانت حاجه مصريه قوي، فاللي هو ليه ما جبناش واحد مصري يعني يعملها؟ هو يعني اكيد مش هيبقى عارف ليه عنده. بحس ان هو كاريزمته مش عارف يعني، هو ممثل كويس جدا وبيعمل، مم. ومفيش دور عمله تقدر تقول عليه ان هو دور وحش، بس مم. مفيش قبول كده مش عارف. دي that would be my comment يعني. برضو كان في حاجة تانية شفتها شوية مش واقعية، هو ان الدكتور والممرضة في مجتمع زي مجتمع طنطا شوية ما كانش فيه يعني، ما كانش واقعية شوية ان ان الممرضة مثلا تبات
حاجات معاه في العياده، يعني حتى قبل ما كانوا، يعني مش عايز احرق هو برضو كانت يعني هو الاحداث. كان بيت وعياده مع بعض، فكان في كذا اوضه يعني، وهي ما كانتش في حته تقعد فيها كانت علاقتهم تحسها فباتت يعني. تاتشي شويه، كل شويه طبطب عليها، هي يقرب منها يعني بتاع. حصل برضو ديفلوبمنت سريع من ان هم يبقوا غرب لان هم يبقوا بيحبوا بعض، كانت سريعه شويه. يعني نوعا ما هو برضو جاب لك المقدمات، فرش لك الفرشة اللي تصدق بيها الموضوع ده، الباك جراوند اللي هو جه منه اللي هي جت منه وكده. بس انا امم. بكلمك ان قبل ما يبقى فيه، يعني طبعا احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل عشان ما نحرقش على السادة المشاهدين، بس خلاص. قبل ما العلاقة تتطور في مرحلة معينة، كانت العلاقة كانت قربت، كانت فيها فيزيكال شويه، فيزيكال افكشن، او بيمد ايديه عليها او بيطبطب عليها او كده. عموما يعني احنا اتكلمنا عن 3 مسلسلات من احسن الحاجات اللي شفناهم في الفتره الاخيره. حاولنا برضو ان احنا انكلود حاجات متنوعه، يعني حاجه كوميدي، حاجه سايكو وجريمه قتل وكده، وحاجه رومانسيه. وحاولنا يعني برضو يعني نجيب سيرة الحاجات اللي هي ما خدتش شهرة قوي يعني. احنا اسهل حاجة لينا طبعا ان احنا نطلع نتكلم عن حاجات معروفة ونقول لكم يا جماعة دي حلوة شوفوها. فيلم كيرة بس ما والجن. هو بالظبط يعني، ما هو اكيد روح شوف فيلم كده وجد، بس ما هو في مليون واحد قال كده، فاحنا هنبقى بنعمل ايه مختلف يعني. احنا حاولنا نتكلم في حاجة ما خدتش حقها قوي، او زي ما بيقولوا كده اللي هو ايه هيدن جيمز يعني. بس ده اللي احنا بنحاول نعمله، ونتمنى يبقى الرسالة وصلت. وان شاء الله هنعمل حلقات زي دي اكتر لازم، في حاجات كتير قوي حلوه محتاجين في حاجات نريكومندها كتيرة. للناس يعني. دلوقتي بقى كونتنت كتير قوي يعني، بقى شاهد بتنزل واتش. زمان كان رمضان بس، فانت تقعد طول السنة ما تشوفش حاجة وتيجي في رمضان تتفرج، لكن دلوقتي طول السنة في أعمال، سواء مم. واتشت سواء نتفليكس سواء شاهد سواء التلفزيون العادي برضو يعني. مم. فخلاص كده نقفل الحلقة. يعني مش لازم نطول على الناس اكتر من كده، وممكن الحلقات اللي جايه نتكلم في حاجات، مواضيع جديده. قولوا لنا بقى على الفيسبوك تحبوا، او قولوا لنا على البيج يعني تحبوا نريفيو ايه تاني، الحاجات اللي تحبوا نعمل لها ريفيو. قولوا لنا لو عجبتكم ولا لا، ونشوفكم في حلقة جديدة. السلام يا محمد. سلام يا زيزو. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة دي من بودكاست هري بس تقديم زيزو ومحمد العبد، براندنج اند ديزاينز مريم العبد، ميوزك برودكشن حمزة شركس، سوشيال ميديا دينا ضياء. تقدروا تسمعونا على انغامي، سبوتيفاي، يوتيوب وبوديو وابل بودكاست. شكرا جدا لكل اللي بيسمعونا، استنونا في هرية جديدة في الحلقة اللي جاية.